مكية حسو، عضو علاقات مجلس المرأة السورية. طبعا القوانين هي تم إصدارها 2014. حبينا القوانين اللي اتخذت بحق المرأة واللي أصدرتها الإدارة الذاتية من 2014 ل 2021 مدى تطبيقها على أرض الواقع، والصعوبات اللي عم يلاقوها، خاصة لأنه استهدفنا إدارية بدار المرأة هي تيجي تعطي هالموضوع، لأنه هن أكثر المشاكل تروح لعندهم، المشاكل سواء زواج القاصرات أو تعدد الزوجات أو الميراث أو الورثة، كلهم عم يعني هدول المشاكل عم يستهدفوا دار المرأة يروحوا لهنيك. فحبينا نحن كمجلس المرأة السورية، لأنه قبل هلا أعطينا المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية بالدستور السوري وقانون الإدارة الذاتية كمقارنة، فكتير من النساء ما كانوا يعرفوا انه شو هي قوانين الاحوال الشخصيه اللي بالدستور السوري اللي تخص المراه. باتفاقيه سيداو كان في كتير، مع انه الدوله السوريه كمان وقعت على الاتفاقيه بس صار عندها تحفظات هي اللي كانت اللي تخص المراه، لانه رجعوا هاي العادات والتقاليد والمجتمع ما يتقبل هالقوانين. فنحن حبينا اليوم كمان لما استدعينا بدار المرأة الصعوبات اللي عم يلاقوها. هلا بيقولوا الصعوبات اللي عم يلاقوها في تعدد الزوجات، لانه النازحين اللي جايين من مناطق دير الزور، حمص، الرقة، حتى كوباني عندنا، حتى المنبج عندنا، هالقوانين ما تطبق عندهم بصعوبة، ما يتقبلوها. حتى تعدد الزوجات ما زال قائما لحد الآن. فدار المرأة هي حطت على عاتقها انه عبء، انه لازم توعي المجتمع، ونحن كمجلس المرأة السورية لازم نحن كمان يكون نعمل فعاليات دائما، فعاليات مكثفة لتوعية المجتمع، لتعرف المرأة حقوقها شو هي، شو دورها بالمجتمع، شو دورها بالحياة، شو دورها بصنع القرار، شو دورها بجميع المجالات. نحن حبينا نستهدف هالموضوع. ممكن 35%. أنا برأيي الشخصي إنه ما عم نشوف إنه تعدد الزوجات، زواج القاصرات عم بيصير. في عنا كمان العنف كمان، في العنف المنزلي، في العنف المجتمعي كمان، في كمان عنا الانتهاكات بحق المرأة عم تصير كتير. فيعني ممكن مستقبلا يعني بعد فترة تطبق بشكل أفضل من الآن. العادات والتقاليد والدين هن عم يرجعوا دائما يرجعوا الشغلات السيئة يحملوها على الدين، يقولوا انه الدين شرع 4 زواج ب4 نساء، الدين شرع مثلا إفادة الرجل بامرأتين، حتى بالمحكمة. يعني في كتير شغلات نحن حابين انه المرأة ترجع لواقعها كمرأة، شلون تدافع عن حقوقها، شلون ما تتقبل انه الصعوبات تتحداها، التحديات. يعني هلا بدنا المرأة تتحدى، صار عندها مجال انه المرأة تتحدى هالصعوبات، ولو انه تدفع الثمن، يكون ممكن تترك البيت او تترك جوزها او تترك العائلة كمان. كتير شغلات يعني فينا نقدر نوصل صوت المرأة لجميع النساء، نوصل هالقوانين للشريحة الأكبر من المجتمع.